السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر كمال عبد الواحد أهلاوي ولا زملكاوي؟ لاعب فيوتشر في الزمالك، عرض فتوح الأخير لإدارة الزمالك، سهر إمام عاشور، إسلام الشاطر ومهاجمته لأي حد زملكاوي. هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل، بس الأول تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. تم الموافقة على حضور 15,000 مشجع زملكاوي لمباراة سجرادا يوم السبت المقبل. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى ان شاء الله ان الزمالك يفوز بالمباراه عشان يضمن بنسبه 90% الصعود للدور القادم من الكونفدراليه. هيبقى معانا 9 نقاط. الزمالك كده هيكون تجاوز المهمه الصعبه جدا في الفوز في اول 3 مباريات في دوري المجموعات في الكونفدراليه، وان شاء الله مع الدعم ان شاء الله باذن الله في يناير الزمالك يقدر ان هو يفوز بالكونفدراليه. نتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي اسلام الشاطر بيتمنى اختفاء الاعلام الزملكاوي من على الساحه الرياضيه. اول حاجه طلع وهاجم علي محمد علي لان هو ادى الزمالك حقه في مباراه سوار. الزمالك كان ممتع وامتع جماهيره، ولما كولر اتعادل مع يانج افريكان كان زعلان جدا ان هو كان بينتقد اداء كولر. يعني يا راجل، ده جمهور الاهلي نفسه بينتقد اداء كولر ولاعيبه الاهلي، فانت سبت ده كله. يعني جمهور الاهلي بينتقد اداء كولر وبينتقد لعيبته، فساب ده كله ومسك في المعلق. يعني انتوا ما بتخسروش مثلا عشان انتوا وحشين او عشان عندكم مشكله، لا، احنا بنخسر عشان المعلق زملكاوي او اي حد زملكاوي بيجيب سيره الاهلي هو اللي بيخسرنا. مره الحكم وحش ومره المعلق. يعني شفت انت طب هما بيعملوا كده ليه؟ عشان ياخدوا الجماهير في حته تانية، ياخدوا الجمهور في حته ان الفريق مستواه هابط الفتره ديت وعنده مشاكل كتير في اوضه اللبس، وكولر مش قادر يسيطر على اللعيبه، وفي لعيبه بتشارك رغم ان مستواها مش كويس علشان هم لازم يشاركوا. يعني واحد زي امام عاشور اللي هنتكلم عنه بعد شويه لازم يشارك مع الاهلي، مستواه حلو وحش. امام عاشور ما ينفعش يقعد على الدكه، ولما قعد على الدكه عمل مشكله قبل مباراه سان داونز، ولما الاهلي اتغلب هناك امام عاشور شارك في مباراه العوده وكان عامل مشكله مع الشناوي. رغم كل ده في حاجات ومشاكل كتير في النادي الاهلي، فطبعا الاعلام او اسلام الخايب او اسلام الشاطر زي ما بيقولوا ماشي كل يوم يطلع يمسك لك واحد زملكاوي. مره علي محمد علي المعلق اللي في بين سبورت ان هو بيمجد في الزمالك وفي اداء الزمالك، والناحيه الثانيه بينتقد كولر ولاعيبه كولر. يا اخي انت الاعلام كله بتاعك، انتوا كلكم بتنتقدوا اداء الاهلي ولاعيبه الاهلي واداء الاهلي. مثلا الاهلي مش كسبان يانج افريكانز 6 مثلا وهو انتقدوا الاهلي متعادل مع يانج افريكانز عادي. ولكن احمد عبد القادر بعد استبعاده من قائمه كاس العالم للانديه خلاص اللاعب هيعمل مشكله كبيره وعاوز يخرج من الاهلي. فكابتن خالد الغندور طلع في لايف عادي دقيقتين على فيسبوك، قال لك احمد عبد القادر لايق جدا على نادي الزمالك. بعدها ما شفناش الا هجوم اسلام الشاطر اللي كل يوم يتمنى اي حد زملكاوي يتكلم ما يتكلمش. مش فاهم فيه بالظبط. طب ما انت سايبينك بتتكلم، ولا عشان ما حدش عايز يتفرج عليك؟ المحتوى بتاعك هابط اصلا، حتى جمهور الاهلي ما بيتفرجش عليك، فانت عاوز تعمل مثلا مشكله عشان حد يرجع يتفرج عليك تاني. ماشي، فاحنا اصلا مش مركزين معاك ولا فاضيين لك. يعني في كل يوم يطلع يعمل لك مشكله ويطلع يعمل لك حوار. والله مره فيتوريا بيحل مشاكل الزمالك. ازاي فيتوريا يحل مشاكل الزمالك؟ يعني هيدفع الزمالك 1.5 مليون دولار؟ ايه العبط اللي انتوا عايشين فيه ده؟ يعني ايه ميه البطيخ اللي انتوا عايشين فيها دي؟ مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي حرفيا، ولا هم مثلا بيقولوا اي كلام والجمهور هيصدقهم وخلاص. لما فتوح وزيزو كان كل جمهور الاهلي والاعلام الاهلاوي بيقول لك نتمنى ان فتوح وزيزو يجوا الاهلي، نتمنى ان فتوح يروح الاهلي، والاعلام كان بيطلع على قناه اون سبورت اللي هي اصلا المفروض قناه حياديه يقول لك زيزو وفتوح في الاهلي، ما كانش حد بيتكلم، كانت حلوه. انما لما حد يطلع يقول لك والله ده احمد عبد القادر اداؤه لايق على اداء الزمالك مثلا، رغم ان احنا كجمهور الزمالك واحد يقول لك ممكن ينفعنا واحد يقول لك مش عاوزينه، مجرد كلام لسه ما فيش مفاوضات اصلا. وطلع بيهاجم كابتن خالد الغندور بيقول لك نتمنى ان هو يختفي من الوسط الرياضي. والله يا اسلام انت بس لو اختفيت الدنيا كلها تتحل ومش هيكون في مشاكل. عمر كمال عبد الواحد اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا عمر كمال عبد الواحد خلاص كان من فتره كبيره جدا بنسبه 90% كان في النادي الاهلي، ولكن الزمالك عمل رومونتادا وتدخل بشكل قوي جدا في الصفقه، لان اللاعب هو صفقه الموسم او هي الصفقه الاهم او هو اللاعب الابرز اللي في الميركاتو. ومين اللي عندك تاني؟ مفيش. كل الصفقات التانيه وارد تنجح ووارد تفشل. ما احنا جبنا صفقات كانت لعيبه متالقه جدا في انديتها وجت معانا ادائها متوسط جدا، زي طبعا عمرو السيسي، زي طبعا دونجا اللي بدا يعود تاني، زي مثلا مصطفى الزناري. كان في لعيبه مميزه جدا الزمالك اشتراهم، مش هم نفس اللعيبه بيأدوا نفس الاداء مع الزمالك. فالزمالك خايف يغلط الغلطه بتاعه الموسم اللي قبل اللي فات ونجيب صفقات وتيجي عندنا ما تتألقش. ماشي، فالزمالك مين الصفقه الاهم ومين اللاعب الاساسي في منتخب مصر او اللاعب الدولي المميز؟ هو عمر كمال عبد الواحد.
فالزمالك تدخل في الصفقه بشكل قوي جدا، وعمر كمال عبد الواحد عنده رغبه ان هو يلعب بتيشيرت نادي الزمالك، لان اللاعب كان ماضي وكان لابس التيشيرت ونزل التدريبات في نادي الزمالك، ولكن طبعا ايقاف القيد في 2021 كان السبب في ان اللاعب يروح فيوتشر، وبعد كده الزمالك ما يعرفش ياخد حقه من فيوتشر. فان شاء الله صفقه عمر كمال عبد الواحد، اللاعب متوقفه اول حاجه على رغبه اللاعب عاوز الزمالك، والحاجه الثانيه اللاعب قال لهم كده اللي هيدفع لي اكتر هروح، يعني المبلغ اللي هيتعرض عليه اكتر، لان عمر كمال عبد الواحد شايف ان ده اخر عقد ليه، لان سنه تقريبا 30 سنه، ممكن ما يعرفش يجدد معاك بعد كده، فقال لك انا هاخد الرقم اللي انا عاوزه دلوقتي، لان انا يحق لي ان انا اوقع لاي نادي في يناير فري. ماشي، فلو فيوتشر ما وافقش على رحيلي في يناير، فانا همشي في نهايه السنه لاي نادي فري. فالزمالك كان عاوز عمر كمال عبد الواحد في بدايه الموسم فري، ولكن عمر كمال عبد الواحد متمسك ان هو يرحل دلوقتي من فيوتشر في يناير. فاداره الزمالك ان شاء الله خلاص اكدت له ان هيتم حل مشكله القيد، فاللاعب حتى الان منتظر وعد اداره الزمالك ان هم يحلوا مشكله القيد علشان يأيدوا الصفقات الجديده. ما ينفعش ان انا اروح اوقع مع نادي وانا القيد بتاعه مقفول، فدي مشكله تانية. فدلوقتي عمر كمال عبد الواحد خايف يوقع مع الزمالك والقيد بتاعه مقفول، فان شاء الله بنسبه كبيره خلاص وصلوا لحل او قربت مشكله القيد تتفك مع السبورتنج لشبونه بعد ما تدخل فينجادا اللي كان مدرب للزمالك قبل كده. في بعض الناس اتدخلت ولكن مش فيتوريا. فيتوريا هيتدخل ليه يعني؟ هو هيدفع لنا فلوس من جيبه؟ ولكن بعض العقلاء او الناس اللي بتفهم عارفين ان فيتوريا مثلا هيتدخل ليه؟ ما احنا في فينجادا وفي فيريرا كونسيتو ده كله مسكته في ان مدرب المنتخب بيحل مشاكل الزمالك، اصل هو فاضي يعني وبيتكلم عربي كمان، ففاهم احنا بنقول ايه اصلا. تمام. فان شاء الله خلال ايام الزمالك بيحاول يحل المشكله مع السبورت لشبونه، ولكن هي المشكله بسبب ان اداره الزمالك اللي قبل كده كانت بتدي وعود لاداره السبورت لشبونه وما كانتش بتنفذها. فان شاء الله الزمالك هيفك القيد في يناير، وان شاء الله في تدعيمات بحوالي 3 لاعيبه باذن الله في يناير. عرض فتوح الاخير لاداره الزمالك. ايه عرض فتوح الاخير لاداره الزمالك؟ طبعا كلنا عارفين ان اداره الزمالك كانت قافله باب قصه فتوح، ولكن حتى الان في بعض الزملكاويه اللي بيحبوا نادي الزمالك، الناس اللي من بره نادي الزمالك متمسكه باللاعب ومش عاوزه اللاعب يمشي، وبتحاول تحل المشكله وتقرب وجهات النظر بين الاداره وبين اللاعب. اخرهم طبعا الاستاذ عمرو الجنايني بيحاول يحل المشكله اللي بين اللاعب وبين اداره الزمالك، فوصلوا لاتفاق او عرض يعني من فتوح. طبعا والد فتوح راح لاداره الزمالك وقال لهم انا بعتذر لكم على طبعا اللي حصل من فتوح خلال الفتره اللي فاتت، ولكن اداره الزمالك تمسكت، لان طبعا كلنا عارفين ان عقوبه فتوح قربت تنتهي واللاعب لازم ينزل التدريبات الجماعيه، وفتوح عاوز يشارك مع الزمالك لان فيتوريا قال له هو محمد صبحي كده مش هتشاركوا مع الزمالك، مفيش كاس الامم الافريقيه اللي بعد اقل من شهر تقريبا او بعد شهر تقريبا. فاحمد فتوح عاوز يلحق نفسه وقدم عرض لاداره الزمالك ان هو يقلل المقابل المادي اللي هو كان طالبه، كان طالب منحه تعاقد كبيره جدا 60 مليون، فقال لهم انا اقلل منحه التعاقد دي وهاخد مثلا في الموسم مثلا من 15 من 10 ل 15 مليون. اداره الزمالك وطبعا كان طالب ان هو يحط شرط جزائي، ولكن اداره الزمالك رفضت وجود اي شروط جزائيه، ودي حاجه كويسه جدا عشان اللاعب ما يمسكش من ايدك اللي بتوجعك كل شويه يقول لك والله انا ماشي انا رايح، وكل شويه يقول لك النادي ده بيفوض مش عارف مين. فموضوع الشروط الجزائيه لازم نلغيه من نادي الزمالك، لان احنا عارفين كل يوم هيطلع عنك خبر فتوح مضى ما اعرفش فين، زيزو ما اعرفش مضى فين. انت كان عندك شرط جزائي في عقد زيزو، كانت الدنيا كل يوم تتقلب. زيزو خلاص راح القطر، زيزو خلاص راح السعوديه، ولكن الحمد لله دلوقتي مفيش شروط جزائيه. فاداره الزمالك قالت العرض فتوح احنا هنفكر يعني ما وافقوش، ولكن في ناس بتقول لك لا احنا لازم نطبق المبادئ بتاعه الزمالك ومش عارف ايه، احنا لازم اللاعب ده يمشي من نادي الزمالك. طب انت دلوقتي اللاعب دولي وفتوح هو لاعب كويس جدا، طب انت هتعوضه بمين؟ واحد بيقول لك مثلا هنجيب يحيى عطيه الله لاعب الوداد، طب ما ده هيكلفك رقم، ما ده هياخده تقريبا من 800 لمليون دولار راتب سنوي، ده مبلغ دلوقتي بيعدي ال 30 مليون. تمام، بيعدي ال 30 مليون ولسه في ممكن لو حصل زياده هتبقى الموضوع صعب، ده راتب بس. ودلوقتي يحيى عطيه الله اللعيبه ديت اللي بتاعت الوداد دي بالذات بتحاول ان هي تكسب الانديه بتاعتها، يعني مش زي عندنا اللعيبه قليله الاصل سيبك وتمشي، لا دوت بيحاول ان هو النادي بتاعه يستفيد منه، فهيقوم مجدد مع الوداد وانت تشتريه بمبلغ مليون دولار برضه، فدفعت تقريبا 120 مليون. تمام، غير طبعا يحيى عطيه الله لو اديته في الموسم مثلا من هنا لمده 3 مواسم دخلت لك في 90 100 مليون. طب ما انا عندي فتوح لاعب دولي ولاعب منتخب مصر، واللاعب غلط وتعاقب، اللاعب غلط وتعاقب، يعني احنا نفذنا المبادئ بتوعنا وهنجدد بالشروط بتاعه الاداره، فليه ما نرجعش اللاعب ابننا وغلط وربناه ماشي ونرجعه تاني؟ ايه المشكله؟ اللاعب تمام هيجدد وهيلتزم وهيلتزم وهيحط فيه شروط اداره الزمالك هتحطها في العقد الجديد، لو مثلا عمل سهر او عمل اي مشكله مع الزمالك هيتم خصم مثلا 25% من مستحقاته، زي ما حصل خصمنا 25% من مستحقات الموسم اللي فات، وكمان عاقبناه لمده شهر.
فدي حاجة كويسة جدًا إن أنت تعاقبه ماليًا وتعاقبه كمان إن هو ما يشاركش مع الزمالك، فإحنا خدنا حقنا، ولكن هو اللاعب ما شتمناش مثلًا زي إمام عاشور الأهلي عشان عارف مصلحته، يعني أفضل لاعب في الأهلي دلوقتي إمام عاشور، فالأهلي شاف إن مصلحته مع إمام عاشور، رغم إن هو شتمهم وشتم رموزهم وسبّهم كلّهم، ولكن الأهلي تمسّك إن هو يكمّل الصفقة، رغم إن يكون بعض من جمهور الأهلي رافض الصفقة، ولكن إدارة الأهلي قالت لك مصلحة الأهلي فوق الجميع، فدلوقتي إمام عاشور بقى فوق الجميع. نروح من موضوع فتوح طبعًا قبل ما نقفل قصة فتوح خلاص، عرض أخير إدارة الزمالك بتفكّر فيه، اللاعب بنسبة كبيرة ممكن يستمر مع الزمالك، لإن ما لوش دلوقتي غير إن هو يستمر مع الزمالك. لو عايز يشارك في بطولة أفريقيا ما لوش إن هو يستمر مع إدارة الزمالك عشان هيجدد، ولكن نصيحة أو يعني حاجة لإدارة الزمالك قبل ما تنزّل فتوح التدريبات وتوافق خلاص أو تنهي عقوبة فتوح لازم يكون اعتذر للجمهور واعتذر للإدارة على الفترة اللي فاتت، وتاني حاجة لازم يجدد قبل ما ينزل التدريبات عشان إحنا نادي الزمالك مش نادي استثماري نجهّز اللعيبة وبعد كده يروحوا بيراميدز أو يروحوا الأهلي. نروح لموضوع إمام عاشور طبعًا كلنا عارفين إمام عاشور دلوقتي هو رقم 1 في الأهلي، وهو اللي واخد الجمهور وراه، وأي ماتش الأهلي بيكسبه بتلاقي إمام عاشور معمول له بوستات مش عارف إيه لمدة أسبوع قدّام. إمام عاشور دلوقتي هو نجم النادي الأهلي الأوحد، حتى اللعيبة اللي كانت بتلعب جنبه أو اللعيبة المميزة اللي في الفريق اختفت، لإن كل الspot محطوط على إمام عاشور، إمام عاشور ماشي في سكة صالح جمعة، طبعًا كلنا عارفين صالح جمعة كان مع الأهلي كان أفضل لاعب في مصر في نُص الملعب، كان جاي من إنبي، ولكن طبعًا مع اللي شُفناه مع السهر مع مش عدم الالتزام، فشُفنا صالح جمعة بيرحل من الأهلي في صفقة انتقال حُر واتعرض على الزمالك والزمالك رفض يضم اللاعب. فإمام عاشور ماشي في السكة واخد معاه صلاح محسن، وقبل كده عمل مشكلة مع كولر وشارك في مباراة صن داونز رغم إن كولر ما كانش عاوزه يشارك، فاللعيبة حصل مشكلة في أوضة اللبس، بعد كده شُفنا حسين الشحات بيتنرفز بعد ما اتبدل، لإن عارف إن ما فيش حد بيتعاقب، وبعد كده زي ما إحنا شايفين النهارده إمام عاشور سهران، ومش أنا اللي باقول بس صفحات الأهلي هي اللي منزّلة صفحات الأهلي مش أنا اللي باقول، صفحات الأهلي هي اللي منزّلة سهر إمام عاشور لحد الساعة 3:30 مع صلاح محسن لاعب الفريق اللي هو كمان استبعد من كأس العالم للأندية، فإمام عاشور حاجة كويسة جدًا وصفقة مميزة للأهلي، نتمنى إن هو يستمر لإنه إن شاء الله ده لصالح الزمالك، لمّا يدمّر أوضة اللبس ويعمل مشكلة في الأهلي ويكبّر المواضيع هناك وياخد اللعيبة في السكة بتاعته اللي هو السهر وعدم الالتزام، دي كلّها حاجات كويسة جدًا هتكون سبب زي ما شُفنا فرقة الأهلي من فرقة واخدة كل البطولات لفرقة بتخسر بطولتين وماشية في أفريقيا بتكسب ممكن تصعد لإن المجموعة مش صعبة، ولكن هيبان خلال الفترة اللي جاية وحتى في الدوري متعادلة آخر ماتشين، لإن خلاص كولر الموضوع فرط من إيده، خلاص ما عادش متحكم في أوضة اللبس وفي مشاكل كتير، وإمام عاشور رغم إنه عامل مشاكل وبيسهر ويعمل كل اللي نِفْسه فيه وبياخد رقم كبير، حتى عبد المنعم مش راضي يجدد عشان عايز رقم أعلى من إمام عاشور، تمام، وعاوز يمشي في يناير، ده كله بسبب إمام عاشور، الصفقة اللي الأهلي خدها وخد بيها الزمالك، إحنا ما عندناش حرقان، إحنا ما عندناش مشكلة، الزمالك مش هيقفل، إحنا قعدنا فتوح أهم باك شمال عندنا وقفناه عشان نطبّق المبادئ بتاعتنا وعشان اللاعب مش ملتزم مع الزمالك والزمالك بيكسب عادي ما عندناش مشكلة، مش هنقفل النادي، سواء راح على الفتوح كمان راح الأهلي، مش هنقفل النادي، الزمالك وجمهوره وجمهور الزمالك عظيم، هو اللي مخلّي النادي ده مستمر حتى الآن. لاعب فيوتشر في الزمالك، مين هو لاعب فيوتشر في الزمالك؟ مش عمر كمال عبد الواحد. اللاعب اللي إدارة الزمالك خلاص أنهت الاتفاق معاه وهتضمه في بداية الموسم، هو لاعب من فيوتشر، لاعب مميز جدًا وكلكم شفتوه في المباراة الأخيرة بين الزمالك وفيوتشر، اللي زيزو حضنه وقال له كلمة وبعد كده اللاعب ابتسم وطلع اتغيّر، هو ناصر ماهر، لاعب وسط الملعب اللي إدارة الزمالك بتحاول أو الزمالك بيحاول يخلّص الصفقة دي من الموسم اللي فات، ولكن طبعًا إيقاف القيد، فإدارة الزمالك مش حابة إن هو ييجي في يناير لإن اللاعب مقيّد مع فيوتشر في الكونفدرالية، فمش الزمالك مش هيستفيد بيه في الكونفدرالية، فاللاعب هينضم للزمالك في بداية الموسم الجديد، ناصر ماهر هينضم للزمالك في بداية الموسم الجديد، اللاعب مرحّب جدًا، جدًا بالانضمام للزمالك، كلنا شُفنا لمّا زيزو اتكلم معاه وهو طالع ضحك وحضن زيزو وطلع، فاللاعب ناصر ماهر الزمالك أنهى الاتفاق معاه لينضم للزمالك والزمالك بيبني team، وما دام الزمالك بيبني team لازم نحافظ على فتوح ونجيب صفقة عمر كمال عبد الواحد، يبقى أنت كده ضمنت خط الدفاع بتاعك يبقى قوي، سواء الباك الشمال دولي والباك اليمين دولي، ونُص الملعب إن شاء الله الزمالك بيحاول يجيب صفقة قوية جدًا أجنبي أو صفقة مميزة جدًا في نُص الملعب، وإن شاء الله الزمالك هيبتدي يبني مشروع للفريق خلال الفترة اللي جاية، بس كل المشكلة دلوقتي هي الأزمة المالية اللي مأثّرة على نادي الزمالك، وإيقاف القيد عامل قلق كبير جدًا لإدارة النادي. إن شاء الله كل المشاكل دي تتحل، وبعد كده إن شاء الله الخير جاي لنادي الزمالك.